ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معلش بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات عشان انا في رحله عمل وانتوا شايفين حتى صوتي شويه برد، معلش فاستحملوني النهارده. بس انا جاي النهارده عشان نتكلم شويه حلوين بقى عن موضوع انك ازاي تعمل عقد غاز او كهرباء لو انت حابب تسكن في المانيا. في الحاله اللي انت سكنت فيها في جي او فلات شير، يعني بتبقى اوضه في شقه، والاوضه اللي في الشقه انت هتدفع جزء من الكهرباء والغاز بتوع الشقه، وبالتالي انت مش هتخش في الحسبه دي، لان المفروض صاحب السكن هو اللي بيبقى عامل عقد مع شركة كهرباء وعامل عقد مع شركة الغاز، فأنت هتدفع جزء بس من الغاز أو الكهرباء، وده بيبقى من ضمن الإيجار بتاعك اللي أنت بتدفعه في الغالب. وهو ده الفرق ما بين الكارت ميتا والفارم ميتا. طب لو جينا في حالة بقى، أنا واحد دلوقتي مأجر شقة ein Zimmer Wohnung، شقة أوضة واحدة أو شقة zwei Zimmer Wohnung، أعمل إيه؟ أنت ساعتها بتبقى بتتفق مع صاحب الشقة. ساعات هو برضو اللي بيبقى صاحب الشقة دوت عبارة عن شركة، فالشركة هي بتبقى مسؤولة عن الغاز والكهرباء، فبتعمل لك انت العقد وبتخلص انت من القصة دي خالص. وساعات بتضطر انك تعمل العقد الغاز والكهرباء ده بنفسك انت. فعشان كده انا جاي لكم ان شاء الله في فيديو النهارده كده نشوف موقع اسمه فيريفوكس، ممكن تعمل سيرش عليه، اسمه فيريفوكس.de او .de. الموقع ده انا بستخدمه كتير جدا لما باجي اعمل العقد الكهرباء او الغاز بتوعي يعني. حبيت اشارك معاكم المعلومه دي النهارده عشان لو في حاله انك عايز تعمل عقد غاز او كهرباء تعرف تظبطه بالطريقه اللي انا هقول لك النهارده ديت. فانت هتفتح الموقع، في طبعا في الاول يعني شويه قوائم كده، منها الاشتروم اللي هي الكهرباء، والغاز اللي هي الغاز نفسه. ولو احنا عملنا على شتروم فريجلايش يعني كومباريزون، بتكتب هنا الرقم البريدي للمنطقه اللي انت عايش فيها. لو انت قاعد مثلا 29301، ده مش موجود اصلا. طيب 30 و519 مثلا، فممكن تقول شتات هانوفر زودشتات. اوكي، وانت كام شخص في البيت؟ هل هو ein Person, zwei Personen ولا drei Personen ولا vier Personen؟ بتختار عدد الاشخاص اللي هنا، وعلى اساسهم بيبقى الاستهلاك المتوقع ايه. لو انت مثلا متجوز ومعاك مراتك يبقى هي zwei Personen، لو انت بس شخص واحد قاعد في الشقة تبقى ein Person، وهكذا تقدر تحسب العدد الاشخاص اللي هم هيأجروا الشقة او اللي انت هتبقى موجودة في الشقة ساعتها. فانا مثلا هعمل المثال على ان انا عايز 2500 كيلو وات على السنة، وده في التسفايبر زون. عملت ياتس فيجريشن، هيجيب لي اوفرز كتير جدا في المكان اللي انا المفروض هعمل فيه. وهنا بتبقى حاجة كويسة قوي لازم تعرفها، ان الشركات بتتحارب وبتبقى عايزة تنافس بعض عشان انت تعمل معاها عقد، فعشان كده بيدوك اوفرز حلوة. فعلى 2500 كيلو وات، وده هيكفيك ان شاء الله في السنة كاملة. انا لما كنت انا يعني وزوجتي لوحدنا كنا بنحتاج مثلا 2000 2300 2400، فبالتالي رقم مناسب فعلا لو انت فعلا حبيت كشخصين تستهلك في طول السنة، مش هتعدي الرقم ده إن شاء الله. في عندك الشركة اسمها فاتنفال، دي أنا أوريدي كنت معاها قبل كده، وإبريمو، وشركات كتيرة زي ما أنت شايف بأسعار متفاوتة. مصطفى، هو يعني المفروض أنا أعمل إيه؟ أعمل عقد سنتين ولا أعمل عقد سنة ولا أعمل إيه بالظبط؟ الحالة دي اللي أنت بتعملها، أنا يعني أنصحك إنك تعمل عقد لمدة سنة واحدة بس، وبعد السنة ما تخلص تعمل عقد تاني، لأن كل سنة زي ما قلت لك كده الشركات بتعمل عروض، فتلاقي إن في حاجة اسمها سبورت بونص، ده هنشوفه كمان شوية. سبورت بونص ده بيتحول لك مع أول فاتورة هتدفعها في الشركة هدية من الشركة. وفي حاجة اسمها نوي كوندن بونص، ده عشان انت يعني كاستمر جديد عندهم، زبون جديد عندهم، فبيدوك برضو بونص تقدر انك انت تاخده بس في نهاية العقد بتاعك. لو شركة عاملة لك عرض كويس بتديك نوي كوندن بونص كويس وسبورت بونص كويس، ساعتها هتلاقي ان لو خصمتهم من الاستهلاك بتاعك يبقى انت وفرت كتير. وده احسن انك تعمله كل سنة. مفيش عقد 6 شهور، هو عقد المينيمم سنة، فتعمل له سنة، ولما تيجي بعد السنة ما تخلص تروح انت قايل بعديها انا عايز اعمل عقد جديد، وتعمل كونديجون مع الشركة الاولانية، او ان انت تعمل ساين اوت من العقد بتاعهم، تخلع منهم يعني، وبعد كده تعمل عقد جديد مع الشركة الجديدة بمواصفات أحلى من الشركة اللي أنت كنت فيها، وتاخد نوع يكون البونص، وتاخد برضه سبورت بونص اللي هم البونص اللي هدية هتديها لك الشركة في بداية وفي آخر العقد. ولو جينا شفنا، أنا بصراحة تجربتي حلوة مع باتن فال، حتى لو الفيدباك بتاعتها حلوة، هي وإبريمو برضه الفيدباك بتاعتها برضه حلوة. العقود بتاعتهم دي طبعا جاية في الأول على أساس إن هم مثلا ممكن عاملين إعلان على موقع فيرفوكس، بس في برضه بعض الشركات التانية اللي ممكن تعمل عروض في الحالة ديت. أنا بعمل إيه؟ بعمل تاريف ريجلايشن، وتاريف ريجلايشن وراح جاي أعمل إيه؟ هنا
اقارن ما بين الاتنين دول مثلا هما جايبهم لي احسن اتنين. طبعا ممكن ابص في اللي تحت برضه مفيش مشكله، وهقول لكم مثلا هنجيب واحد من اللي تحت. نجيب مثلا ايه، هنجيب مثلا رابط دوت ونعمل فريجريشن، يكس فريجريشن ما بين التلاته. تمام. دلوقتي انا عندي تلات عقود اهوت مع تلات شركات. تمام تمام. اول حاجه هتهمني سعر الكيلو وات الواحد في الساعه عامل ازاي. هنا يعتبر غالي غالي، وهنا رخيص نسبيا في الشركه دي. فالشركه دي عامله لك فيست برايس رخيص قوي، عامله لك سعر هنا كام بالظبط للكيلو وات في الساعه. فدي عامله لك سعر رخيص، فانا ممكن اقول ان ديت احسن واحده من الثلاثه. وبعد كده النقطه الثانيه جراند برايس، اللي هي المفروض السعر الاساسي اللي بتتبقى اللي بيضاف عليه استهلاك. يعني ده انت بتدفعه كده كده، والاستهلاك بتاعك بيتضاف عليه. فلو جينا هنا 142 ده اقل حاجه، هنا 209، هنا 166 برضه ستيل. هنا يعتبر رينج كويس، وهنا برضه ارخص حاجه في اول واحده اللي هي ايه، اللي هي فاتن فال. الجراند برايس ده معناه ان انت لو ما استهلكتش حاجه خالص هتدفعه. ده يعتبر البيز بتاع العقد بتاعك. تعال نشوف هنا بقى. هنا في بونص هيديهولك زي ما انا قلت، ان هو يكون البونص 143 يورو في نهايه العقد، وهنا سبورت بونص 100 يورو. اول فاتوره هتدفعها هينزلوا لك معاها على طول، وهكذا في التانية. لكن دي ما فيهاش الكلام دوت، عشان كده هي رخيصه. واحنا شفنا اهوت ما فيهاش لا يكون بونص ولا فيها سبورت بونص، فمش هعطيلك بونص خالص. فدي حتى مديالك هنا اعلى بونص ممكن تاخده. بس في نفس الوقت احنا شايفين ان الاربايت برايس اللي هو الاستهلاك بتاعك قليل هنا قوي، عشان كده عامل لك في الشهر 51.16%. فده يعتبر برضو يعني مبلغ قليل هتدفعه في الشهر عن 60 مثلا او 59. بس في نفس الوقت دي شركة مش معروفة قوي، فانت هتاخد الريسك معاها انك انت تروح معاها وتاخد الغاز وكده. انت حر، انت حر. بس كلهم يعتبروا كويسين، لان هنا يعني معظم الشركات في المانيا بتبقى المفروض كويسة في موضوع الغاز والكهرباء. فهنا هياخدوا منك الموضوع كل شهر، وهنا مدة عقد 12 شهر زي ما انا قلت لك. هنا في اخر واحدة بس شهر، وبيتجدد كل شهر شهر شهر، وعايز تخلع منه في اي وقت بتخلع يعني. فده برضو ميزة هنا موجودة. لو انت في 12 شهر قبليها ما عملتش خلعان من العقد، بيجددهولك بس بالسعر اللي هم عايزينه. فخلي بالك ان انت قبل ما ينتهي الفترة اللي ينفع تنهي فيها العقد، يعني هنا كاتب لك كوندت فريست اين مونات، يعني المفروض قبليها بشهر او شهرين مثلا تقول لهم انا هخلع منكم. او ممكن تعمل كده اصلا في نص المده، فبالتالي تبقى على اخر 12 شهر انت تروح تشوف شركه تانية زي ما احنا قلنا. لو انت ما عملتش كده ونسيت، انا حصل معايا في مره نسيت، هيدوك بعد كده عقد 12 شهر برضو، بس بالتفاصيل اللي هم عايزينها، بالاسعار اللي هم عايزينها. وهيبقى في الغالب اغلى يعني، وفي الغالب هيبقى اغلى لان هو مش هيبقى فيه اي بونص خالص. خلي بالك من النقطه دي. والبرايس جارانتي طبعا عارفين ان اسعار الغاز بتتغير في المانيا، او اسعار الكهرباء انا اسف. فبالتالي هو بيعمل لك هنا برايس جارانتي 12 شهر، مش هتتغير السعر اللي انت عملت عليه العقد دوت، هيفضل ثابت 12 شهر. لكن في الحاله ديت في ريسك زي ما انا قلت لك اهوت، ان هو البرايس بس جارانتي شهر واحد، ممكن الشهر الجاي يغلي عليك السعر، الشهر اللي بعديه يغلي عليك السعر على حسب سعر الغاز او سعر الكهرباء في الوقت ده. يعني اللي انا بعمله دلوقتي عقد كهرباء مش عقد غاز، عشان بس تبقوا فاهمين. هنا الاتنين دول مالهمش لازمه بصراحه. بس هنا الريتنج لو انتوا خدتوا بالكوا دي شركه جديده، مفيش غير 53 واحد بس عاملين عليها بيفيرتونج او فيدباك. لكن دي بص 65,000 واحد، وهنا 79,000 واحد. عشان كده بقول لكم شركات معروفه. فالافضل من وجهه نظري لو في الحاله دي ان انا اعمل مع واحده من الاثنين دول، يا اما فاتنفال يا اما البريمو. والاثنين انا جربتهم والاثنين كويسين جدا. بس هتروحوا بعد كده تسوق الجبوت. نفترض ان انا مثلا في الحاله ديت حاسس ان ايه هدفع اقل هنا شويه عن ديت. مش هتفرق والله مين فيهم اللي هتختار، هي نفسهم تقريبا نفس الحاجة، ما اختلفتش كتير. أنا مثلا هروح على بريمو وأقول سوم أنجبوت، وهبقى قدامي دلوقتي كل حاجة في براوخ اهوت. الاستهلاك بتاعي 2500 كيلو وات، أنا ساكن فين. وبعد كده بقى بيجي هنا تفاصيل العقد بتاعتي. أنا هدفع كام في الشهر؟ ده اللي هدفعه في الشهر. شايفين 87 يورو في الشهر. بس عشان أنا حاسب الكوندن بونص وحاسب كمان السبورت بونص، هيقلوا لو احنا نقصناهم وقسمناهم على 12، هيقلوا هيبقى 60.57. عشان كده بقول لك ده اللي هتدفعه، ده اللي انت هيتسحب منك كل شهر 87. بس لو جينا حسبنا معاهم البونص اللي هتاخده، هتلاقيه في الاخر وصل 60.57. ونفس برضو الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. فهنا تروح جاي عامل انفونت فيكسل، وتروح بعد كده بقى تسجل بياناتك انت الشخصية. في الحالة دي بتسجل الايميل بتاعك والاسم والناخنامه
وزي ما احنا شفنا الرقم البريد وهانوفر واسم الشارع ورقم البيت في الشارع بس. وبتكتب بعد كده تليفونك وعيد ميلادك هنا برضو بتكتبه، بعد كده تدوس فايتر. وبعد كده لما بتعمل ابشليس للعقد انك انت بتقفل العقد خلاص، بيبعتولك الورق ده على البيت. وبتبتدي طبعا بداية العقد من بداية التاريخ وجودك في المنزل. يعني أنا هسكن في يوم 1/10 مثلا 2024، يبقى ساعتها أقول إن بداية العقد 2024 ده تحطه أنت في خطوات اللي بعد كده. بيبقى أول واحدة بتحط البريزولش داتن، بعد كده بتحط البنك فتفاصيل البنك بتاعك عشان يسحبوا منه، بعد كده الانشلوس داتن اللي هي المفروض تكون فيه رقم أعداد الكهرباء وبداية العقد هتكون امتى، وفي الآخر بيشتغل بتشوف بقى كل التفاصيل ديت وبتعمل كونفirmation إنك أنت عايز تقفل العقد دوت مع الشركة ديت. بس العقد دوت بيبقى ساري لمدة 12 شهر، تقدر بقى قبليها بفترة، يعني ممكن حتى بعد شهرين 3 من بداية العقد تروح تقول لهم أنا عايز أخلع من العقد، بحيث تبقى بدري بدري ما تنساش الموضوع ده بعدين. ولما يجي نهاية العقد قبليها مثلا بشهرين ممكن تعمل عقد جديد مع شركة جديدة برضه ببداية اليوم اللي بعد آخر يوم انتهى العقد الأولاني. يعني أنا العقد الأولاني هنعمله 1/10 مثلا على سبيل المثال، لغاية 30/9/2025. تروح انت بادئ 1/10/2000 بقى 25 مع شركة تانية، وتعمل نفس الحوارات ديت برضه مع شركة تانية. فبتقعد تقارن ايه افضل عقد ممكن اخش فيه. ركز على النقاط التالية: الاربايت برايس الشغل الاستهلاك بتاعك، ركز على الجروند برايس ان هو يكون برضه رخيص، ركز على مدة العقد نفسها كل 12 شهر، ركز على فترة انتهاء العقد ان انت ممكن تروح وتقول لهم انا عايز الغي العقد تكون شهر او مثلا 6 اسابيع مش اكتر. ركز ان سعر الكهرباء، سعر الكيلو وات كهرباء يكون ثابت طول فترة العقد، عشان ما يجيش مثلا حصل اي حاجة غيرت سعر الغاز يروح جايين على طول مغيرين سعر الغاز عليك، فساعتها انت هتدفع كتير قوي. بس دي حبيت كده اشرح لك بشكل بسيط ازاي انك انت تظبط الموضوع دوت، عشان لما تيجي بعد كده تحجز عقد كهرباء وغاز يكون الموضوع واضح ليك. فيديوهات من النوع دوت هتنزل كتير، عشان الموضوع بصراحة يعني ان انا اشرح لكم من ارض الواقع الواحد زي بيحجز مثلا تأمين، زي الواحد بيخش مثلا موقع الجامعة ويقعد يشوف المحاضرات بتاعته، ازاي مثلا واحد يروح جاي مشتري موبايل بسيم كارد مع بعض. الحاجات دي بتفيد الناس جدا في ان هم يحصلوا على معلومة كاملة ويفهموا الموضوع ازاي بيتم في ألمانيا. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. لو انت عندك اي اسئله او اي كومنتات يا ريت تكتبها لي تحت في الوصف، وانا سعيد جدا بالاجابه عليها. كل التوفيق والنجاح باذن الله لكل الناس. متنساش بقى الدعم باللايك والشير وسبسكرايب وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل فيديو بينزل جديد. كان معاكم النهارده مصطفى كاشف، بتمنى لكم من كل قلبي كل الخير والسعاده. سلام اجدع ناس.